جماعة النهارده هاعمل شطرنج بينور في الضلمة، هيبقى غريب وجامد أوي بجد. وأول حاجة عملت كوباية ريزن وجبت ألوان مايكا بتنور أزرق في الضلمة، وحطيت أكتر من نوع علشان أخلي الريزن ينور بالشكل ده. وبعدها حطيت ألوان أبيض علشان في النور يبقى لونه أبيض رخامي وفي الضلمة يبقى لونه أزرق. وبدأت أصب أول مربعات وكنت بقلب الكوباية كل شوية علشان النور يتوزع في كل حتة. وعملت برضو باقي القوالب وقلت أجربهم وطلعوا أحسن من اللي تخيلته بصراحة، فشجعوني أكمل. صبيت جيش شطرنج بنفس الطريقة دي ولقيتهم واضحين جدا وهم لسه في القالب ومخليين القوالب كمان تنور. وعلشان أعمل الطقم التاني حطيت كل الالوان اللي في الدنيا علشان اعمل اللون البرجوازي ده ويبقى بينور برضه بس بدرجه مختلفه، وصبيته على البورد علشان يبقى المربعات والبيز. وعملت قطع شطرنج برضه من نفس اللون. والقوالب الباقيه عملتها اسود عادي علشان الطريقه دي مستحيله مع اللون الاسود، وكده برضه هيبقى في مربع بينور ومربع لا، فهتبقى اروق بكتير. بعد ما نشفوا الوان المايكا اتجمعت تحت وغيرت الالوان كلها للاغمق، بس انا حاسسها كده احسن. وقولوا لي رايكم برضه. ظبطت القطع وصنفرتهم وعملنا بوكسات باشكال مختلفه ورتبت اللطقم فيهم، وكان في طقم مستعجل فجهزته واتشحن على طول. ودي كده النتيجة. بجد عايز اعرف رأيكم جدا، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.